خير. نرجع تاني لموضوع لغتنا المصرية القديمة والأربع خطوط اللي كتبت بيها، لأن أنا لقيت إن لسه في ناس مش واصلة لها المعلومة دي. وفي ناس ما زالت بتسمي اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية. أولا لغتنا المصرية القديمة اسمها را إن كيمت، يعني لسان مصر. الهيروغليفي مجرد خط من الخطوط اللي كتبت بيها لغتنا المصرية القديمة. نبدأ بالخط الأول. الخط الأول طبعا وأقدم واحد هو الخط الهيروغليفي، وده تسمية هيروغليفي، دي تسمية يونانية. المقطع الأولاني منها اللي هو هيرو اللي هو خاص بالآلهة. الكتابة الهيروغليفية باسمها المصري القديم اسمها ميدو نتر، أو بالنطق الصح ميدو نتشر. لازم في النطق المصري يعني زي بنعطش التي. الخط ده هو أقدم خط وأول كتابة اتوجدت بيه، وده اللي هو مستخدم في الحفر على جدران المعابد وجدران المقابر. الخط الثاني اللي هو الخط الهيراتيقي، وده برضو مسمى يوناني، لكن صراحة أنا معرفش بالمصري القديم اسمه ايه. الخط الهيراتيقي كلمة هيراتيكوس دي برضو تسمية يونانية. هيراتيكوس جاية من كلمة كهنوتي، يعني معناها كهنوتي. وده الخط ده مجرد تخفيف للرموز الهيروغليفية، عشان طبعا دي محتاجة رسم، فالكهنة خففوا الرموز وابتدوا يستخدموا الخط ده في كتابة الوثائق بتاعتهم، الرسائل، حتى تسجيل كل حاجة، يعني تسجيل المحصول، تسجيل المعاملات التجارية، كان مستخدم فيها الخط الهيراتيقي. وهو ظهر مع يعني بعد الهيروغليفي بشوية وامتد معاه للعصور المتأخرة. الخط الثالث الخط الديموطيقي، وده يعني تبسيط اكتر للهيراتيقي دوت، اللي هو جاية من التسمية اليونانية برضو. كلمة ديموتيكوس يعني معناها الخط الشعبي، جاية من كلمة ديموتيكوس اللي هي معناها باليوناني شعبي، واللي هي جاية منها كلمة الديمقراطية دلوقتي. دوت الخط ده ظهر في العصور المتأخرة، والخط ده كان يعني أوسع استخداماته بين العامة. نيجي بقى للخط الرابع اللي هو عليه جدل كبير، اللي هو الخط القبطي. وبرضو الناس بتقول اللغة القبطية، هو في دارسين بيقولوا ان هي تعتبر لغة منفصلة، لان طبعا دخلها الفاظ يونانية كتيرة وبقى لها قواعد تانية، لكن هو في بدايته هو مجرد خط اتكتبت بيه اللغة المصرية، لغتنا المصرية القديمة، بس باستخدام حروف يونانية. وده لان بعد طبعا الاحتلال اليوناني طبعا بقى فيه يعني الحاكم مش مصري وبيستخدم لغة تانية، فكان لازم يحصل فيه تقارب او بين الحاكم والشعب، فتم تطوير الاصوات اللي استخدمت في الديموطيقية. ويعني اتحصلت في الاصوات اللي هي بتمثلها الاصوات الرئيسية اللي احنا معروفين في اللغات كلها 28 صوت، لان طبعا الديموطيقي والخطوط القديمة كلها كانت يعني تحولت الى يعني في اكتر من 7000 رمز. فيعني الكهنة المصريين واللي هم مش كهنة مسيحيين على فكرة، لان الخط ده الخط القبطي تطور قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح. ابتدوا يحصروا الاصوات في الحروف اليونانية. طبعا في اصوات مصرية مش موجودة في اليوناني، فاضافوا الاصوات دي ب7 حروف مصرية، فبقت الخط القبطي او اللي احنا بنسميه مجازا اللغة القبطية. وده طبعا يعني الناس اللي بتقول ان الخط ده خط خاص بالمسيحيين والكلام ده، لا، الخط القبطي ظهر قبل ميلاد السيد المسيح وخاص بلغتنا المصرية القديمة. هي وهنا حتى انا جايبة يعني امتى ظهر الخط القبطي، القرن الثالث قبل الميلاد،
قبل ميلاد السيد المسيح. طبعا اليوناني كان معروف ان هي لغة ثقافة العالم في الوقت ده، يعني حتى من بعد احتلال اليونان لمصر وبعدهم الرومان، حتى الرومان كانوا بيستخدموا اليوناني او اللي هو اللاتيني كلغة ثقافية للعالم كله، زي ما الانجليزي دلوقتي، يعني هو بمثابة الانجليش دلوقتي. وطبعا واضح في الكتابة ان هو لا علاقة له بالمسيحية، هو كل الموضوع ان الكنيسة المصرية حافظت على لغتنا بيه، وكتب بيه بعد كده كل الكتابات المسيحية، فالناس افتكرت ان هو خط خاص او لغة خاصة بالمسيحيين، وده مش صحيح. كده تاني مع بعض: الهيروغليفي، الخط الهيروغليفي، الخط الهيراتيقي، الخط الديموتيقي، الخط القبطي. وطبعا يعني اي معلومات زيادة قولوا لي عليها في الكومنتات، احنا كلنا بنحاول نفيد بعض، واي تصحيح لاي معلومة برضو قولوا لي عليها في الكومنتات، وانا هبحث عنها ونتناقش، واحنا يعني الغرض ان احنا نفيد بعض ونعرف تاريخ بلدنا صح. شكرا لكم.